صندوق النقد الدولي هذه المؤسسه اللي كنلجؤوا ليها فاش كترتفع المديونيه ديالنا، فاش كيولي عندنا عجز كبير في الميزانيه. مثلا الميزانيه ديال 2025 اللي جايه فيها عجز ديال 125 مليار درهم اللي خاصنا نسلفوها باش نغطيوها. هذا الصندوق كيعطينا توصيات، هو ما كيعطيك فلوس حتى كيحط شروطه، ومن ضمن الشروط القويه والمباشره اللي طلبها هي حيدوا الحمايه على الدرهم، عوموه. ملي كيتحيد الدرهم من الحمايه كيرجع للواقع ديالو. وشنو هو الواقع ديال الدرهم؟ هو ان قيمته الحقيقيه متدنيه بزاف مقارنه مع العملات الاخرى. داكشي علاش التوقعات كتقول ان الدولار غيولي يدير ما بين 18 حتى ل 20 درهم. تخيل انك كتستورد منتوج من برا كنتي كتخلص فيه 1000 دولار ب 10000 درهم، غدا غادي تولي تخلص فيه 20000 درهم، يعني الثمن ديال السلعه غادي يتضاعف في السوق المغربي. هذا الشيء غادي يضربنا في الصميم، وغادي يضرب المواطن العادي، وغادي يضرب بالخصوص الكيامبورتي، المستوردين اللي كيجيبوا لنا السلع والمواد الاساسيه من برا. وغادي نوليو تقريبا بحال مصر. راه مصر فاش عومات جينا ديالها راه ولات كارثه، ولات القيمه ديال الجنيه طايحه بزاف. حنا دابا غادي نوليو في نفس السيناريو، وهذا هو الواقع اللي كيتسنى الدرهم ديالنا. يعني غادي نوليو كنصرفوا الدرهم ديالنا بقيمه اقل من 2 ريال 2 درهم مقارنه مع الجنيه المصري اللي طاح. هذا الشيء كيعني فقدان رهيب للقيمه الشرائيه. باش نفهموا الاثار ديال هذا الشيء مزيان خاصنا نشوفوا شكون اللي غيتاثر وشكون اللي غيربح شويه. اولا شكون اللي غيربح هما الناس اللي كيخدموا في الويب وكيدخلوا العمله الصعبه الدولار او الاورو. هاد الناس فاش غيدخلوا 1000 دولار عوض ما يضربوها في 10 دراهم غيضربوها في 18 او 20 درهم، يعني غيضاعف الدخل ديالهم بالدرهم. هادو قله قليله، ولكن حتى هما غيخلصوا الضريبه على هذا الدخل. وطبعا فاش غيبغيو يصرفوا هاد الفلوس في السوق المغربي غيلقاو حتى هما الاسعار كلها تزادت بالدوبل، يعني ديك الزياده اللي خداوها غتاكلها الزياده في الاسعار اللي غتجي. ثانيا وهادو هما الاغلبيه، وهادو اللي غيتضربوا بصح هما المواطنين العاديين. علاش؟ حيت حنا كنعتمدوا بزاف على الاستيراد، المواد الاساسيه، الطاقه، السلع المصنعه، كل شيء تقريبا كنجيبوه بالدولار. فاش كيولي الدولار ب 20 درهم راه الثمن ديال البوطه غيرتفع بشكل جنوني، الثمن ديال المازوط وليسانس غادي يولي شي حاجه اللي ما نقدروش عليها. راه صندوق النقد الدولي اللي كيوصينا بالتعويم راه هو اللي فرض علينا تحرير الاسعار ديال الوقود والغاز شحال هادي، وهو اللي كيفرض علينا دابا الزياده اللي جايه في البوطه اللي غتوصل حتى ل 70 درهم. وحتى الضوء والماء غيتضربوا بالثمن الحقيقي ديالهم، حيت صندوق النقد الدولي باغي هذا الشيء يتحيد وباغي الاثمنه ديال الطاقه تباع بالثمن ديالها الحقيقي. ملي كيتعوم الدرهم كيولي كل شيء اللي فيه علاقه بالخارج مضاعف الثمن، يعني التضخم غادي يرتفع لواحد المستوى قياسي، والقوه الشرائيه للمواطن غادي تنقص بزاف حتى تولي ما عندها معنى، بحال اللي وقع في مصر. هذا الشيء راه خطير جدا.